أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا مجددا. قيس فنان جزائري اتخذ من مادة التمر مصدرا لإيحائه، فتمكن من صنع تحف فنية قوامها نواة التمر، وعكس من خلالها تقاليد وطبيعة الصحراء وتنوع تراثها. لا تكمن قيمة هذه المنحوتات التي نحتها قيس في مضمونها الفني، بل إنها تفيد حتى في الزينة والاستعمال اليومي. كيف؟ نتابع. مزهريات، حاملات أقلام، شمعدانات، ولوحات فنية مادتها الأولية نوى التمر. هذه المزهرية تتشكل من نحو 3000 نواة تمر، مصطفى وفق حسابات دقيقة تعتمد على تقنية الموزايك. وهذه لوحة تحمل اسم الجلالة، منقوشة بغبرة التمر فقط. استخلصها قيس من نوع نادر من التمور موطنه الأصلي الجزائر، يطلق عليه بدجلة نور، وهو ما جعلها محكمة بهذا الشكل. نواة التمر باختلاف أنواع التمور يعني تختلف أشكالها وكذا، وهذا الشيء اللي خلاني أني ننظر لنواة التمر بنظرة جمالية يعني، ومن خلالها خلتني أني يكون كاين هذا الإبداع في كحرفة مستقلة بذاتها وبأشكالها وبمادتها الأولية يعني. لقيس قصة طريفة كانت وراء ابتكاره لهذا النوع من الحرف، وهو قول الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شيء يبكيني وشيء يضحكني، ما يبكيه وأده لابنته، وما يضحكه وصنعه لصنو من التمر، وحين يجوع يأكله. ولكن يختلف الحال مع قيس الذي يستغل هذه التحف للزينة والاستعمال اليومي. هذا الشيء اللي يخليني نبرس القيمة الجمالية لنواة التمر وتعبر عن الطبيعة تاع الصحراء وطبيعة بسكرة مدينة التمور، وتعبر عن ثقافة وعن كثير من الأشياء. تحل مادة التمر محل لغة الإبداع في تحف تطل منها الصحراء لتحكي طقوسها، تاريخها، ألوانها، وعراقة حضارتها التي شكلت مصدر إيحاء في كل قطعة فنية ولوحة تشكيلية. رفيق بخوش لMBC في أسبوع الجزائر.